السلام عليكم يا سنة تالتة، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنسترجع مع بعض شرح اسلوب النهي. اسلوب النهي وهو يتكون من الأداة لا، بسميها لا الناهية، ودايما الأداة لا بيأتي وراها الفعل المضارع. يبقى أنا دلوقتي عندي اسلوب النهي بيتكون من الأداة لا زائد الفعل المضارع. طب يا مس احنا مش عارفين يعني ايه اصلا اسلوب نهي. هنقول اسلوب النهي ده معناه ان انا بطلب منك انك تمتنع عن فعل شيء معين. انا عايزه اطلب منك مثلا ما تلعبش في الشارع، هقول لك ايه؟ لا تلعب في الشارع. بطلب منك ده. طيب قبل ما بطلب منك بحط في الاول الاداه لا، والاداه لا دي كنت بسميها ايه يا سنه تالته؟ بنسميها اداه نهي. يبقى لا الناهيه من الادوات التي يبدا بها اسلوب النهي. لازم لما اقول لك طلع لي من الفقره دي اسلوب نهي، اول حاجه بدور عليها ايه يا سنه تالته؟ شطار. بدور على لا الناهية، ولا الناهية لازم يأتي وراها ايه يا سنة تالتة؟ فعل مضارع. طيب يعني ايه اسلوب نهي؟ حد كده يعرفهولي. هنقول هو اسلوب يفيد طلب الامتناع عن فعل شيء معين. مثال: لا تلعب في الشارع. انا بطلب منك اهو انك ما تلعبش في الشارع. لا تكتب على الجدران. بطلب منك اهو انك ما تكتبش على الجدران. معنى كده ان انا بطلب منك انك تمتنع عن شيء معين. طب يا ترى هو انا لما خاطب المذكر زي ما خاطب البنت المؤنثة؟ لا، في فرق. الفعل في المذكر يكتب زي ما هو، ما بعملوش اي اضافات، لكن لو بخاطب المؤنث هنخاطبها ونحط لها في الفعل في الاخر ياء المخاطبة. يبقى الفعل في حالة الجملة المذكرة يكتب زي ما هو. طب الجملة طلعت مؤنثة، هنعمل ايه؟ هنضيف لها في الاخر ياء المخاطبة. مؤنث ياء مخاطبة، مؤنث ياء مخاطبة، مؤنث ياء مخاطبة. مذكر يبقى زي ما هو. ملحوظة: نلاحظ أننا في المثال الثاني أضفنا للفعل المضارع ياء المخاطبة. ليه أنا حطيت ياء المخاطبة؟ لأني أنا هنا بخاطب مفردة مؤنثة. ناخد في المثال كده، أكمل كالمثال: لا تقطف الأزهار. الجملة دي مذكر ولا مؤنث؟ شطار بيقولوا لي مذكر. طب ينفع يا سنة تالتة أخاطب المؤنث زيها؟ لا 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 يا مس، أمال أعمل إيه؟ هضيف للفعل ياء المخاطبة. هقول لا تقطفي الأزهار. طيب لا تغشي في الامتحان، عايزه احولها للمؤنث الشاطر. لا تغشي، بضيف في الاخر ايه؟ ياء المخاطبه. لا تغشي في الامتحان. لا تاكل طعاما مكشوفا. حول، انا عايزه احول الجمله ده للمؤنث. هقول لا تاكلي طعاما مكشوفا. لا تكذب، عايزه احول للمؤنث. لا تكذبي، حطيت في الاخر ياء المخاطبه. لا تخلف وعدك، هقول لها لا تخلفي وعدك، اضفت ياء المخاطبه. لا تعذب الحيوان، هقول لها لا تعذبي الحيوان. لاحظنا هنا ان انا في المؤنث بضيف للفعل ياء المخاطبه. بص كده بنشوف الفرق بين المذكر والمؤنث. المذكر لا تلعب في الشارع، الفعل بتاعي مفهوش اي حاجة. لا تقطف الازهار، الفعل بتاعي فاضي. لا تشاهد التلفاز. لا تخلف وعدك. طب لما اروح للمؤنث هقول لها ايه؟ لا تلعبي في الشارع، دي اسمها ايه؟ ياء المخاطبة. برافو. لا تقطفي، بضيف ايه يا سنة تالتة؟ ياء المخاطبة. لا تشاهدي، بضيف ايه يا سنة تالتة؟ ياء المخاطبة. لا تخلفي وعدك، بضيف ايه يا سنة تالتة؟ ياء المخاطبة. معنى كده
المذكر يكتب الفعل زي ما هو، المؤنث اضيف للفعل ياء المخاطبة. يبقى دي الملحوظة مهمة جدا يا سنة تالتة ما ننساهاش. لاحظ وتعلم، اختر الفعل المناسب. طبعا يا سنة تالتة انا هعمل اول حاجة، انا بقرأ الجملة بتاعتي، بعد ما بقرأها كويس ابدأ اختار الاختيار السليم من خلال فهم الجملة. لو بخاطب مذكر اخد الفعل زي ما هو، بخاطب مؤنث اختار الفعل اللي فيه ياء المخاطبة. يا محمد، من اول الجمله معنى كده ان الجمله دي مذكر، يبقى بجري على الفعل اللي ما فيهوش ياء المخاطبه. لا تقطف ازهار الحديقه، يبقى انا اخترت الفعل لا تقطف. طيب لا تذهب ولا تذهبي للنوم قبل أن تغسلي، ياء مخاطبة أسنانك، بدل مخاطبة يبقى ده هنا جملة مؤنثة، وبدل مؤنثة يبقى هختار إيه؟ الفعل اللي فيه الياء المخاطبة، يبقى لا تذهبي للنوم. يا سارة، بدل كلمة سارة مؤنثة يبقى اختار الفعل اللي فيه ايه؟ اللي فيه ياء المخاطبة. لا ترسمي على الحائط. يا حازم، لا تهمل ولا تهملي دروسك، هنختار مين؟ الشطار بيقولوا لي يا مس حازم، يعني الجملة دي مذكرة، وبدال الجملة ديت مذكرة يبقى هختار مين؟ يبقى هختار الفعل اللي فيه مذكر اللي هو مفهوش اي اضافات خالص. نروح للتمرين اللي بعده. التمرين اللي بعده بيقول لي انا هصل الجملة باللي يناسبها. نقرأ اول جملة كده، نقرأ مع بعض. أمشط شعري، عايزني طبعا اختار اللي يناسبها. كلمة أمشط شعري هنختار بمشط شعري بالايه؟ بالمشط. أنظف أسناني، يا ترى بالمنشفة، بالصابون، بالقصافة، برباط الشعر؟ انا بنظف اسناني بالفرشاة، وكلمة الفرشاة مش موجودة يبقى ملهاش اختيار. اجفف جسمي، هو انا بجفف جسمي بالايه؟ اجفف جسمي بالمنشفة، والمنشفة يعني الفوطة. طب جمع كلمة المنشفة المناشف. اقص اظافري، انا بقص اظافري بالقصافة. اغسل جسمي، انا بغسل جسمي بايه؟ بغسل جسمي بالصابون. طيب اربط شعري، كلمة اربط شعري انا بربط شعري بايه؟ برباط الشعر. نروح للتمرين اللي بعده. طبعا دي تدريبات على قصة ادوات الشخصية اللي احنا اخدناها مع بعض. معنى كلمة للوقاية، يعني ايه للوقاية؟ كلمة للوقاية معناها للحماية. فاكرين لما كنا بنغني مع بعض وبنقول الوقاية الحماية، الوقاية الحماية. مضاد كلمة شخصية، هي شخصية معناها ايه يا سنة تالتة؟ الشاطر بيقول لي شخصية يا مس يعني حاجة خاصة، حاجة بتاعتنا. طب مضاد الحاجة الخاصة ايه؟ عامة. مضاد خاصة عامة، يبقى مضاد كلمة شخصية عامة. جمع كلمة منشفة، جمعها برافو، جمعها مناشف. مفرد كلمة أسنان، هي أسنان ديت مفرد ولا جمع؟ كلمة أسنان جمع. طب يا ترى المفرد بتاعها إيه؟ المفرد بتاعها كلمة سن. نختار هنا كلمة سن. بكده يا سنة تالتة نكون وصلنا لنهاية التمرينات بتاعتنا، وإن شاء الله نكمل مع بعض في الفيديوهات القادمة، وانتظرونا مع نشيد القادم. النشيد بتاعنا اسمه صحتنا سر سعادتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.